ازيك يا رب تكون في احسن حال. هنكمل النهارده في قصه الانبياء، وهنتكلم عن اتنين من انبياء الله بتربطهم صله الدم اللي هم سيدنا يعقوب وابنه سيدنا يوسف، زي ما حكيت لك في المره اللي فاتت. بس قبل ما نعمل اي حاجه، لو اول مره بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تشترك وتفعل الجرس وتكتب كومنت وتعمل شير عشان نوصل لاعلى عدد من اللايكات. مش هقول لك دعمك بيفرق معايا بشكل كبير قد ايه، اكيد انت عارف ومتفاهم، مش محتاج ان انا اقول لك كده. ولو انت اوريدي مشترك في القناه ما تنساش تعمل شير عشان نوصل لعدد كبير، وعاوزين نوصل ل 5000 لايك في الفيديو ده. نعم ده حلم بس ممكن يبقى قابل للتحقق. سيدنا يعقوب يا صديقي هو ابن سيدنا اسحاق وهو حفيد سيدنا ابراهيم. اتولد في فلسطين وعاش فيها فتره كبيره، لا هو عاش فيها لحد ما اتلم شمله مع سيدنا يوسف زي ما هنشوف في اخر القصه كده. وهو كان اتجوز بنت خاله، وبعد ما ماتت اتجوز اختها. هو خلف 12 ولد. ال 12 ولد دول كان في منهم 10 اشقاء، 2 مش اشقاء لل10 دول. الاثنين اللي من زوجه ثانيه هم ايوه سيدنا يوسف واخوه سيدنا بنيامين. سيدنا يعقوب كان متعلق جدا بابنه سيدنا يوسف، وعشان كده كانوا اخواته بيغيروا منه، وكانوا عايزين دايما يحطوا اي مكيده يزيلوا بيها سيدنا يوسف من طريقهم عشان يخلى ليهم وجه ابيهم زي ما بيقولوا، او يكون ابوهم شايفهم هم ويبعد يوسف او سيدنا يوسف عفوا من طريقهم عليه السلام. لكن كمان نسيت اقول لك ان سيدنا يعقوب هو بيتقال عليه كمان اسرائيل، هو سيدنا اسرائيل. سيدنا يعقوب دايما لما تبص نلاقي ربنا في القرآن ذكره وذكر قصته، هتلاقيه دايما بيرمز لليهود ببني إسرائيل، واحنا كلنا عارفين ان اليهود جايين من النسل ده. سيدنا إبراهيم، بعد كده سيدنا إسحاق، كده سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، وخد بقى عندك لحد ما توصل لسيدنا موسى. سيدنا يعقوب اتعرض لابتلاء شديد جدا لما نجح اخوات سيدنا يوسف في ان هم فعلا يبعدوه من طريق سيدنا يعقوب. وهنا هو كان في ابتلاء عظيم جدا، لان مش بس تخيل يعني ان يعني ابنك انت فقدته اللي انت متعلق بيه جدا وبتحبه، وانت عارف ومتاكد ان اللي عملوا المشكله دي هم اولادك هم كمان، فولادي اذوا ابني. فانت مش يعني القصه هنا صعبه، اللي هيفهمها جدا هو الاب او الام اللي ممكن يكون بيسمعني. ولكن هو كان عنده صبر شديد وايمان قوي جدا بالله، لانه طبعا نبي من انبياء الله، وده فضل يدعي ربنا سنين ان ربنا يرجعه او يرجع له سيدنا يوسف ويلم شمله بيه تاني. وده فعلا اتحقق في الاخر لما يجتمع شمل العيله، يموت سيدنا يعقوب ويدفن في المكان اللي اتدفن فيه ابوه سيدنا اسحاق وجده سيدنا ابراهيم. وبكده بتكون انتهت قصه سيدنا يعقوب. خلينا نشوف قصه سيدنا يوسف بدات ازاي وانتهت لحد قصه سيدنا يوسف بدات لما شاف رؤيه وراح حكاها لابوه، ولكن ابوه حذره قال له ما تحكيش الرؤيه دي لاخواتك عشان ما يكيدوش ليك كيدا، لانه ابوه كان شايف وفاهم ان هم من البدايه مش حابين سيدنا يوسف نظرا للتعلق الشديد من سيدنا يعقوب بيه. ولكن الاخوه كده كده ما كانوش محتاجين الرؤيه دي عشان تحفزهم، هم اوريدي كانوا حطوا الخطه بتاعتهم ونووا النيه بتاعتهم. كانوا في الاول بيعتقدوا او بيفكروا ان هم يقتلوا سيدنا يوسف، ولكن قرروا ان هم يلقوه في غيابه الجب، وراحوا لسيدنا يعقوب وقالوا له احنا عايزين يوسف يخرج معانا يلعب. فسيدنا يعقوب قال لهم ان انا خايف عليه ان ياكلوا الذئب. وليه اتذكر الذئب؟ لان كان في الوقت ده هم بيعيشوا في الباديه، ده كان الحيوان الاخطر بالنسبه للانسان في المرحله دي، او اللي منطقي ان هو ممكن يقابل الانسان في الوقت ده. وفعلا قرروا ان هم مش هيقتلوه، لكن هيرموه في غيابه الجب زي ما بنشوف في الايه الكريمه كده، يعني هيرموه في البير بمعنى اصح ويسيبوه. ورجعوا لطخوا القميص بتاعه بالدم، ورجعوا لابوهم بيبكوا وان الذئب فعلا يا ابونا اكل سيدنا يوسف او اكل اخونا يوسف. فابوهم كان فاهم اللي حصل، لانه بالمنطق كده حتى في حاجه بتقول كده اللي هو سيدنا يعقوب ممكن يقول ايه الذئب الرحيم ده، يعني كل ابني من غير ما يقطع القميص بتاعه، من غير القميص ما يتخربش حتى بمخلب واحد من الديب. فباينه قوي او مكشوفه، ولكنه هو كان عنده صبر. عشان تنقلنا القصه بعد كده، لان سيدنا يوسف عليه السلام فضل في البير، وجم ناس عشان يملوا ميه من البير، ولكن طلع لهم سيدنا يوسف، فقرروا ان هم ياخدوه ويبيعوه في السوق. وباعوه، وبالصدفه ان اللي اشتراه، يعني مش صدفه هو كان قدر وده منطقي يعني، لكن اللي اشتراه في الوقت ده او اللي يبص للقصه في الوقت ده هيعتقد انها صدفه، لكن مفيش حاجه صدفه، مفيش حاجه بتيجي كده. ودي برضو تعلمك في قصه من اكتر القصص اللي تعلمك وتفهمك ان مفيش حاجه في الدنيا دي ماشيه صدفه، هي قصه سيدنا يوسف. ان كل حاجه بتحصل لك هي مقدره لك عشان اللحظه اللي انت هتبقى فيها حاجه معينه تبقى انت قادر تتعامل مع الحاجه دي. المهم ان هم باعوه لعزيز مصر بثمن قليل او بثمن بخس زي ما بيذكر لنا ربنا في القران الكريم، عشان ياخدوا عزيز مصر، ويقرر ان هو يتعامل معاه كانه ابنه هو وزوجته اللي هي زوجة العزيز، يعني زوجة عزيز مصر.
ونشأ سيدنا يوسف واتربى في بيت العزيز، وكان شاب جميل حسن الخلقه بمعنى اصح. فافتتنت بيه زوجة العزيز، فقررت ان هي تهيئ نفسها ليه وقفلت الابواب وحاولت ان هي تعمل معاه الفاحشه او تراوده عن نفسه بمعنى اصح. سيدنا يوسف بعد عن ده وقال ان انا مش هعمل الحاجه دي. كان فاهم ان ده مش بس حرام ولكنه خيانه للعزيز اللي رباه في بيته، ولكن هي فضلت تجري وراه بمعنى اصح. ففي اللحظه دي اتفتح الباب وجه العزيز بتاع مصر دخل، فشاف المنظر، فهي اتهمت سيدنا يوسف بان هو اللي بيحاول يعمل معاها كده. ولكن شاهد من اهلها، كان في حد موجود، فقال لو القميص بتاع سيدنا يوسف مقطوع من قدام يبقى هو فعلا اللي كان بيحاول يعتدي عليها، ولكن لو القميص بتاعه مقطوع من ورا يبقى هي اللي كانت بتحاول تجري وراه وتراوده عن نفسه. ليه الفكره دي؟ لان بكل بساطه احنا بالعقل كده لو راجل بيحاول انه يهجم على ست، فهي بتهاجمه في وشه، فهتقطع له القميص بتاعه او هتحاول ان هي تخربشه من قدام بمعنى اصح، في وشه، في صدره، في كتافه. لكن لو هي اللي بتجري وراه وبتحاول ان هي تشده من التيشيرت او القميص او ايا كان الحاجه اللي هو لابسها، فطبيعي ان هي هتتقطع. لكن خلاص هم فهموا ان هي اللي كانت عايزه تعمل معاه كده. والخبر ده اتسرب للنسوة اللي ساكنين في المدينة، فقالوا ان هي بتراود الفتى او الغلام بتاع العزيز عن نفسه. فقررت ان هي تكيد بيهم مكيدة عشان بمعنى اصح تربيهم او تعلمهم الادب بمعنى اصح. عملت لهم مائدة طعام وادت لكل واحدة سكينة تقطع بيها الاكل، بعدين قالت لهم يخرج عليهم. فلما شافوا جمال سيدنا يوسف قطعوا ايديهم من جماله بدل ما يقطعوا الاكل. وهنا في اللحظة دي دخل سيدنا يوسف السجن ظلم، ولكن في وجهة نظره كان ده افضل له من ان هو يعمل الفاحشه او انه يقع في الفاحشه. حتى هو بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. فده كان بالنسبه له ارحم من فكره او احسن من فكره ان هو يقع في المعصيه دي او في الفاحشه. ودخل معاه السجن الاتنين دول في يوم من الايام شافوا رؤيا، وكانت من صفات سيدنا يوسف او القدرات اللي ربنا اداها له انه كان عنده قدره على تاويل الاحلام والرؤى وتفسير الاحلام بمعنى اصح. فحكوا له، واحد قال له اني اراني اعصر خمرا، والتاني قال له اني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. قول لنا ايه معنى الرؤيتين دول او ايه معنى الرؤيتين دول؟ فقال له الاولاني انت هتبقى ساقي الملك بمعنى اصح، والتاني انت هتصلب والطيور هتاكل من راسك، هتتعدم بمعنى اصح ان انت هتتربط وهيسيبوك للطيور تاكل من دماغك. وسيدنا يوسف وصى الشخص اللي هينجو منهم بانه قال له لما تطلع قول للملك ان يوسف اللي موجود في السجن بريء عشان اطلع من السجن. ولكن اللي نجي منهم نسي انه يذكر سيدنا يوسف لحد اللحظه اللي قام فيها ملك مصر مفزوع بعد ما شاف رؤيه غريبه. الرؤيه دي هو ما فهمهاش وما فهمش تاويلها، ولكنه فهم منها ان هي حاجه خطر. راح للحكماء بتوعه اللي كان دايما بيتعلم منهم او بيقول لهم يفسروا له الاحلام، ولما حكى لهم قالوا له دي اضغاث احلام، انت بتقول ايه؟ دي تخاريف، مش مهم، سيبك من الكلام ده كله. لكن الساقي بتاع الملك اللي كان واقف كان فاهم ان سيدنا يوسف يقدر يفسر الرؤيه دي، لان الرؤيه اللي هو فسرها ليه ولصاحبه اتحققت فعليا. فراح لسيدنا يوسف وحكى له على الرؤيه بالظبط. فسيدنا يوسف قال له على خطر المجاعه اللي هيحيط بالارض او اللي هيحصل. وعلى فكره من اسباب يكاد يكون السبب الرئيسي في نجاه مصر اصلا من المجاعه في الفتره دي هو سيدنا يوسف، بسبب تفسيره للرؤيه دي. لان الخطه اللي كانت قالها سيدنا يوسف للملك في انه ازاي هم يزرعوا لمده 7 سنين وازاي ان هم يخزنوا الاكل بتاعهم هي اللي خلت مصر تنجو في الوقت ده من المجاعه. فعلا رجع الساقي للملك وحكى له على القصه بالظبط وقال له على تفسير الرؤيا. فالملك انبهر جدا وقرر انه عايز سيدنا يوسف يطلع. لكن لما الساقي رجع او لما جم يطلعوا سيدنا يوسف، لا ما انا معلش، ما انا بريء، انا دخلت بريء، فانا مش هينفع اطلع ادخل بكلمه واخرج بكلمه. انا عايز حد، انا عايز ابرأ ساحتي، صورتي تبقى بريئه لان انا اصلا ما عملتش حاجه. فقال له ان اسال النسوه اللي قطعوا ايديهم ايه اللي حصل. فسال النسوه فاعترفوا له بالحقيقه ان سيدنا يوسف ما عملش حاجه، وزوجة العزيز اعترفت هي كمان بان هي اللي راودته وان هي سيدنا يوسف بريء ان هو ما عملش حاجه، عشان يطلع سيدنا يوسف ويتولى خزائن الارض. خزائن الارض في الوقت ده كان المقصود بها وزاره الماليه في مصر. وفي بعض العلماء او جزء كبير من العلماء فسروا ان خزائن الارض هنا بتعني ان مصر دي مليانه خيرات، وده حقيقي جدا. مصر هي مليانه خيرات كتير جدا، الله يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين جميعا وبلاد العرب جميعا، عشان بعد كده سيدنا يوسف زي ما قلت لك يقدر انه ينقذ مصر من المجاعه بسبب الخطه اللي هو حطها في فكره الزرع والتخزين بتاع الاكل والحبوب والكلام ده كله. فخرج اخوه سيدنا يوسف من فلسطين متجهين لمصر عشان خاطر يروحوا للملك ده ويطلبوا منه ان هو ياخد بضاعتهم ويديهم مكانها اكل او غله بمعنى اصح. وفعلا لما دخلوا عليه عرفهم سيدنا يوسف لان ده كان منطقي، هم حالهم ما تبدلش كتير، ما اتغيرش كتير، الى جانب ان هو كان اصغر. فلما كبر طبيعي ان هم يبقوا مش فاهمين او مش عارفينه او مش متخيلين بمعنى اصح ان ده يبقى اخوهم، لان هم داخلين على وزير لابس لبس يعني
حلو وهو ماسك منصب والكلام ده، فمنين هيجي سيدنا يوسف اللي احنا رميناه زمان في غيابه الجب زي ما بيقولوا او في البير للشخص اللي واقف قدامنا وماسك منصب كبير؟ فما جاش في دماغهم بمعنى صح. لكن سيدنا يوسف عرفهم وقرر ان هو يعمل لهم حاجه تخليهم يرجعوا هنا تاني ويبقوا عايزين يرجعوا هنا تاني. فطلب من الخدام بعد ما يحطوا لهم الاكل والغله يرجعوا لهم البضاعه اللي هم قايدوا بيها، بمعنى صح كانهم ما دفعوش حاجه. ولما فعلا رجعوا لبيتهم ولقوا الغله زي ما هي او لقوا البضاعه اللي هم كانوا بيقايدوا بيها زي ما هي، فرحوا جدا وقرروا ان هم هيرجعوا. لكن سيدنا يوسف قبل ما هم يمشي قال لهم لما تيجوا المره الجايه هاتوا اخوكم معاكم. وفعلا قرر الاخوه ان هم هيرجعوا مره تانية بعد ما طبعا قالوا لابوهم سيدنا يعقوب. ولكن لما قرروا ان هم ياخدوا بنيامين معاهم، سيدنا يعقوب كان خايف برضه عليه، ولكن ما كانش فيهم مفر من ان هم يعملوا ده، لان دي حاجه هتفيدهم. الوقت ده كان صعب جدا في قصه الاكل والشرب. خرجوا لمصر وهم معاهم اخوهم، ولما دخل على سيدنا يوسف هو عرفه تمام. ولكن بعد ما حط لهم البضاعه بتاعتهم طلب سيدنا يوسف من الخدام هنا المره دي ان هم يخلوا السقايه بتاعت الملك موجوده في الرحل بتاع بنيامين، ونده منادي قال ان في السقايه دي ضايعه واحنا بما معناه في سارق سرق السقايه دي. فهم طبعا واثقين من نفسهم جدا، ما هم عارفين ان ما حدش فيهم عمل حاجه وهم ما سرقوش حاجه، فعادي ان هم يتفتشوا مفيش مشكله. فهم بيتفتشوا طلعت السقايه من رحل بنيامين. هنا قرروا ان هم هياخدوا بنيامين، وده كان بامر من سيدنا يوسف. فطبعا هم هنا اتخضوا واترعبوا بمعنى اصح حرفيا، لان هم زمان عملوا كذبه محبوكه على ابوهم سيدنا يعقوب. فتخيل ان الموقف بيعيد نفسه بس المره دي بحق وحقيقي، وابوهم اصلا ما كانش مصدقهم اول مره، فمنين هيصدقهم دلوقتي اللي هو الكارثه؟ طب هم هيعملوا ايه؟ مش عارفين هم يعملوا ايه. فقالوا للملك او حاولوا ان هم يستعطفوا سيدنا يوسف اللي هم لسه مش عارفين ان هو سيدنا يوسف، ان طب خد احدنا مكانه. قال لهم لا معاذ الله، احنا مش هناخد غير اللي احنا لقينا السقايه في رحله، عشان يرجع الاخوه تاني لسيدنا يعقوب ويحكوا له على اللي حصل. فطبعا سيدنا يعقوب افتكر هنا سيدنا يوسف اللي هو اصلا مش ناسيه، لكن الحزن زاد واتقلب الموضوع عليه وفضل يبكي. قال لهم انما اشكو بس وحزني الى الله، انا ما بشتكلكوش، انا بشتكي لربنا، هو ربنا اللي عالم باللي فيا او بالحزن اللي انا بعانيه. وطلب منهم ان هم ما ييأسوش من روح الله، لان اللي بييأس من روح الله هم القوم الكافرون. ودي حاجه تعلمنا احنا كمان النقطه دي، عشان يرجع الاخوه مره تانية لسيدنا يوسف ويحاولوا ان هم بمعنى صح يترجوه ان هو يسيبهم او يسيب اخوهم يرجع معاهم لابوهم. وهنا صارحهم بان هو سيدنا يوسف، لان هم على فكره لما حصلت الاتهام ده لبنيامين قالوا له ان في اخ زمان سرق هو كمان، فاصرها يوسف في نفسه. سيدنا يوسف لما هم قالوا كده هم بيرموا عليه هو، سيدنا يوسف مش هينفع في اللحظه دي يعلن عن نفسه، فقال لهم فخلاص ما هو ما خدهاش عليهم. ولكن هم لما رجعوا له مره ثانيه هو قدر ان هو المره دي اعلن عن نفسه. قال لهم، هم قالوا له انك لانت يوسف، قال انا يوسف. هو الاول فكرهم قال لهم انتوا فاكرين ان انتوا عملتوه في يوسف زمان؟ قالوا له انك لانت يوسف، قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا الى اخر بقى الايات. وقال لهم خدوا القميص بتاعي ده، اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ارتدوا بصيرا، يعني خدوا القميص ده ارموه على وجه سيدنا يعقوب هيرجع بصيرا. وفعلا لما خدوا القميص وراحوا عشان خاطر يرجعوا البيت رموا القميص بتاع سيدنا يوسف على وجه سيدنا يعقوب. هو قال لهم انا شامم ريحه يوسف بمعنى اصح. فهم اتريقوا عليه اللي هو انت لسه برضه بتفكر في يوسف. ولكن فعلا لما جه البشير والقى القميص على وجه سيدنا يعقوب ورجع له بصره قالوا له يا ابونا استغفر لنا. فسيدنا يعقوب قال لهم ان هو هيستغفر لهم ربنا. وهنا اجتمع شمل العيله واتلموا وراحوا على مصر عشان يستقبلهم سيدنا يوسف ويتلم شمل العيله مره ثانيه، ويرجع الاب للابن والابن للاب بمعنى اصح، وتتحقق الرؤيه اللي انا حكيت لك عنها في البدايه خالص بتاعه سيدنا يوسف لما شاف الكواكب وشاف الشمس والقمر وهم ساجدين، وهو قال بنفسه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي، عشان تنتهي قصة سيدنا يوسف بالنهاية اللي ممكن نقول إن هي نهاية سعيدة رغم كل الابتلاءات دي. في وجهة نظري الدرس الأساسي اللي ممكن نتعلمه فعلا من قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف هي إن الصبر نهايته عظيمة. مهما طالب بلاء فما تتهزش وما تقلقش، مهما الدنيا كانت صعبة، مهما انت مريت بظروف انت مش فاهم انت جاي محطوط فيها ليه. يعني سيدنا يوسف لو كان في البداية فكر هو انا ليه اترميت في البير، هو انا ليه بتعذب، هو انا ليه مرات الملك حاولت ان هي تعمل معايا الفاحشة، هو انا ليه اترميت في السجن ظلم، لو كان فكر في كل ده كان ممكن ييأس ويروح في اي حتة تانية. ولكن حاشا لله، هو نبي طبعا عظيم من انبياء الله، مستحيل كان يفكر بالتفكير البائس اليائس ده. يعني الى جانب ان تقوى الله سبحانه وتعالى بتخلي الانسان يشوف النور فعلا. يعني كونه هو مش عايز يعمل المعاصي والفواحش دي نورت طريقه اكتر.
برضو انا عارف ان هو نبي من انبياء الله، لكن ده بيديك انت درس كانسان عادي، كواحد مش نبي. انت لما بتبعد عن الفاحشه او بتبعد عن ظلم نفسك بانك تعمل ذنب عظيم، ربنا سبحانه وتعالى بينجيك. فدي اكتر الحاجات اللي ممكن نتعلمها كلنا من قصه سيدنا يوسف. ولو في اي درس انا غافل عنه في قصه سيدنا يوسف اكتبوا لي في الكومنتات، انا بقراها ما عنديش اي مشكله خالص. مش هقول لك لو وصلت للحظه دي انزل اشترك وفعل الجرس، براحتك بقى، انت شوف انت المجهود اللي معمول يعني. شكرا لكم.